الأسابيع الأخيرة شهدت جدل كبير وترقب بعد ما الفيفا أعلنت إنها هتجرب أحدث التعديلات على قانون الأوفسايد. الأوفسايد أو التسلل اللي مفيش مباراة مؤخرا مش بتخلو من حالات الجدل عليه، بالأخص بعد الفار. تعديل لو كان تم العمل بيه قبل 2019 مثلا كانت الفرحة الجنونية لبيب وستيرلينج بهدف تأهلهم في توتنهام ما كانتش هتتحط في ألبومات احتفالات ملهاش لازمة، لأن طبعا الهدف اتلغى بأوفسايد على أجويرو. وهنروح بعيد ليه؟ كان هدفين من هاتريك الأهداف اللي اتلغوا بداعي التسلل للأرجنتين اتحسبوا ضد المنتخب السعودي، صقور السعودية اللي كانوا المنتخب الوحيد اللي أذاقوا بطل كأس العالم من كأس الخسارة في بطولة قطر 2022. فلو انت من الناس اللي ما سمعتش عن قانون الأوفسايد الجديد فمعاكم أحمد الجعفري، وفي الفيديو ده هنتكلم عن قانون الأوفسايد الجديد، بديهي يعني. ولو انت من الناس اللي سمعت ومؤيد او معارض او مستني تشوف ايه اللي هيحصل فمعاكم برضو احمد الجعفري، والنهاردة هنتكلم عن تأثير قانون الاوفسايد الجديد على شكل كرة القدم. القانون اللي يمكن اعتباره عدو لرونالدو والميسي، على الاقل عدو لارقامهم القياسية. بس هو مش قانون الاوفسايد بس اللي اتغير، في قوانين تانية كمان واللي هقولك عليها في نهاية الفيديو. في سنة 2020 وتحديدا في حفل جوائز لوريس، اختار أرسن فينجر مدرب أرسنال الأسطوري السابق طبعا ومدير لجنة التطوير في الفيفا إنه يتكلم عن قانون الأوفسايد الحالي، وقال إن أكثر حالات جدل المشجعين مع حكم الفار بعد المباريات بتكون بخصوص الأوفسايد. حرفيا في حالات تسلل عن طريق الأنف، متخيل؟ الأنف فقط. وحسب رأيه عشان كده حان وقت التغيير وبسرعة، وإن في مجال لتطوير القاعدة وما يبقاش في حاجة اسمها أنف اللاعب متسلل. وبعد دراسة لمدة 3 سنين تقريبا قررت الفيفا إنها تدي القانون الجديد فرصة وتجربة في الدوري السويدي تحت 21 سنة ودوري كرة القدم النسائية، مع استعداد الدوري الهولندي والإيطالي لتجربة القانون الجديد. بس ليه ده بقى يعتبر حدث جلل في كرة القدم وهيأثر عليها كلها؟ عشان نجاوب على السؤال ده خلينا نرجع من الأول خالص. تاريخ الأوفسايد لحد 1925 كان المهاجم لازم يكون بينه وبين مرمى الخصم 3 لاعبين على الأقل، اللي هم 2 مدافعين والحارس، وده قبل تمرير الكرة ليه، وإلا هيكون متسلل أو أوفسايد. بس من 1925 ل 1990 عدد المدافعين قل 1، بمعنى ان اللاعب اصبح محتاج 2 لاعبين مدافع وحارس عشان ما يكونش متسلل. ومن 1990 اصبح المهاجم اونسايد او غير متسلل لو تساوى مع المدافع او كان على نفس الخط، وكل ده من اجل كرة قدم اكثر هجومية. ورغم ان مفيش تغيير محوري او ضخم في قانون الاوفسايد من وقتها، بس حصل شوية تعديلات، زي في 2005 لما أصبح حكم الراية بيستنى لحد ما المهاجم يلمس الكورة عشان يعلن إنها أوفسايد، بمعنى إن المهاجم لو ما اشتركش في الكورة أو في الهجمة بتكمل عادي. وطبعا في حاجات من القانون الأساسي ما زالت مستخدمة، زي إن مفيش أوفسايد في رمية التماس، وما ينفعش اللاعب يكون متسلل في نص ملعبه حتى لو كان آخر واحد في الملعب، وإن في حالة مفيش مدافعين تصبح الكرة لحظة تمريرها هي خط الأوفسايد، بمعنى ان لو المهاجم عايز يمرر لزميله لازم زميله يكون ورا الكوره مش قدامها لحظه تمريرها. ومع ظهور الفار واستخدامه اصبحت الحالات اعقد بكتير، عشان حرفيا انت بقيت تقدر توقف الكادر وتشوف وترسم خطوط وبتاع، حاجة حكم الراية قبل كده ما كانش يعرف يعملها بالعين المجردة. وبما ان اللاعب ما كانش ينفع يكون اوفسايد غير بجزء من جسمه يمكن التسجيل بيه، يعني اليد ما بتعتبرش اوفسايد، فلما زادت مساحة الجزء اللي ما بيعتبرش لمسة يد من تحت الكتف، زاد برضو الجزء من الجسم اللي يمكن اعتباره اوفسايد، زي ما حصل في هدف لوتارو الملغي ضد السعودية في كأس العالم. اما القانون الجديد بتاع فينجر فبيقول ان اللاعب ما يكونش متسلل طول ما اي جزء يقدر يسجل بيه على نفس الخط مع اخر مدافع، يعني اي جزء عدا اليد والذراع، سواء بقى رأس، رجل، حتى لو كعب الجزمة. وطبعا يعني القانون ده هيكون له تأثير ضخم على اللعبة. لو بصينا من ناحية تأثير تغيير قانون التسلل على عدد الأهداف، فبحسب الانترناشونال فوتبول اسوسيشن بورد أو الآيفاب إن متوسط عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي في مباراة واحدة
ارتفع من 2.6 هدف في المباراة في عشرينات القرن الماضي، يعني قبل أول تعديل للقانون، ل 3.2 هدف في المباراة في التسعينات، واللي هو بعد التعديل بتقليل عدد المدافعين من 2 ل1. وحسب الايفاب برضه، فبعد تعديل قانون الاوفسايد في سنة 25 كمية الأهداف المسجلة زادت بنسبة 10% في الدوريات الكبيرة، ووصلت ل 15% في الدوريات الصغيرة. وفي أول موسم بعد التغيير وصلت في بعض الدوريات ل 35% زيادة في عدد الأهداف، وزاد زيادة طفيفة بعد تعديل القانون في 1990. دراسة عملتها الرابطة الدولية لعلوم الرياضة والتربية البدنية لقت إن معدل الأهداف زاد في الدوري الإنجليزي من 2.67 هدف في المباراة في 89 واللي هو الموسم اللي قبل تعديل القانون ل 2.74 في الموسم اللي بعده 91. بس طبعا زيادة ونقصان معدل الأهداف مش بس بيتأثر فقط بقانون الأوفسايد، بالعكس في عوامل تانية كتير أبرزهم وليس الوحيد بينهم هو الترند المتبع في الخطط الكروية. يعني مثلا أقل معدل أهداف في الدوري الإنجليزي منذ التغيير في قانون الأوفسايد في سنة 90 كان في سنة 2006-2007 بمعدل 2.45 هدف لكل مباراة، ودي الفترة اللي كان فيها جوزيه مورينيو على رأس الجهاز التدريبي لتشيلسي. أي نعم هو في السيزون ده تحديدا كان في المركز الثاني خلف يونايتد السير أليكس فيرغسون، بس أعتقد فهمت قصدي بالترند يعني. ولما نبص بقى للموسم الماضي 22-23 واللي بيعتبر من الأعلى من سنة 90 بمعدل 2.85 هدف لكل مباراة، وبيب مع السيتي وارتيتا مع أرسنال وكلوب مع ليفربول رغم انه بعيد شوية في جدول الترتيب، وباقي المدربين اصحاب النزعة الهجومية. فاعتقد برضو انت فهمت الفكرة ورا نقطة الترند الحالي. فتخيل بقى ان احنا نغير القانون تاني، وزي ما قلنا المهاجم عادي جدا يسبق المدافع بشرط ان يكون جزء منه على نفس الخط مع المدافع. صديق رائع هيقول لي طب وده هيفرق في ايه؟ هرد واقول له لا ده هيفرق كتير قوي. اولا على مستوى اللاعبين فده هيسهل مهمة صانع الالعاب، واللي سابقا كان محتاج ان هو يظبط توقيته مع توقيت انطلاقة زميله بحيث يمرر الكورة قبل ما يعدي اخر مدافع. بس مع القانون الجديد الوقت زاد حتى لو لأجزاء من الثانية، وكمان فرصة انه يشوف زميله وهو بيتحرك ويمرر له اصبحت متاحة، عكس قبل كده زميله كان لازم يكون بيتحرك من قبل ما يوصل للمدافع بمسافة عشان صانع الألعاب يقدر يشوفه، او انه يكون تكتيك مدربين ومتفق عليه، ودي الحالة الأكثر شيوعا. وده بأن اللاعبين بتنطلق حسب توجيهات المدرب سواء الكرة هتتمرر ليهم أو لأ، وصانع اللعب ومزاجه وقدراته بقى هيقدر يوصل لهم الكرة ولا لأ. وبالنسبة للشق الهجومي فالطلب على اللاعبين الصراع هيزيد أكثر وأكثر، لأن الاحتياج ليهم هيكون أكبر ونسبة وقوعهم في الأوفسايد منطقيا المفروض تقل. صلاح وسون مثلا من أكثر اللاعبين وقوعا في الأوفسايد بسبب انطلاقاتهم وسرعتهم الخارقة في الدوري الإنجليزي، فكتير بيسبقوا المدافع قبل ما زميله يقدر يمرر له الكورة. ده غير ان الفرق المنافسة بتقصد توقعهم في مصيدة التسلل، واللي مش عارف ايه هي مصيدة التسلل فهي ان اخر مدافع بيتحرك عكس المهاجم قبل ما الكرة تتلعب من زميله عشان يخليه اوفسايد. طيب لو بصينا على مستوى الفرق والخطط والتكتيك فأول حاجة وبنسبة كبيرة هننسى مصيدة التسلل دي، يمكن ما نشوفهاش تاني أصلا لأن هيكون خطر جدا تنفيذها. يعني متخيل المدافع محتاج يعدي المهاجم بالكامل قبل ما الكرة تتلعب، وأغلب الأوقات مصيدة التسلل بتعملها الفرق اللي بتلعب بدفاع متقدم، ودي حاجة غالبا مش هنشوفها كتير على الأقل في البداية، لأنه واضح ان رد الفعل هيكون برجوع المدافعين واللعب بدفاع منطقة وتقريب الخطوط، بعد ما كان الترند طبعا اللعب بدفاع متقدم مش بس في الفرق الكبيرة واللي على رأسهم السيتي مع بيب جوارديولا، لا كمان شفنا فرق أصغر بتحاول تلعب كرة قدم هجومية أكثر. فبنسبة كبيرة خط الدفاع هيرجع يعني لحد النقطة دي تقريبا، على الأقل الفرق الأقل نسبيا هتلعب كده. وبالمناسبة ده هيديلها فرصة أكبر للاستفادة من قانون الأوفسايد في هجماتها، لأن بطبيعة الحال الفرق الكبيرة اللي بتلعب بالاستحواذ هتضطر تهاجم وتحاول تخترق الدفاع، وفي الحالة دي الهجمة المرتدة هتكون أسهل نظريا في قانون الأوفسايد الجديد. هو احنا اوريدي بنشوف ده بيحصل ما بين الفرق الكبيرة قوي ضد الفرق الصغيرة قوي واللي ما بتقدرش تقابلهم بالند، بس المقصود ان احنا هنشوف ده أكتر بكتير.
وممكن يزيد استخدام الفاول التكتيكي اللي عملنا فيديو كامل نتكلم عنه وتحديدا عن استخدام بيب والسيتي ليه، ووقتها ممكن ينزل قانون يخص الفاول التكتيكي تحديدا. ما هو هيستخدم عمال على بطال بقى، او ما ينزلش. كل دي افتراضات. وقد نرى رجوع لمركز الليبرو اللي اختفى من الكورة مع اختفاء مركز الرقم 10. مركز الليبرو اللي حاليا بيقوم بمهامه الحارس العصري زي نوير وشتيجن والحراس اللي بيلعبوا برجلهم عامة. فنشوف ليبرو حديث سريع وقوي وواقف دايما كصمام امان عشان يقدر يجاري سرعة مهاجمين الفرق المنافسة. وبالمناسبة بيب مع السيتي عمل شيء مماثل مع كايل ووكر السريع والقوي جدا في مباراتين دوري الأبطال ضد ريال مدريد في الموسم الماضي، وده لحد من خطورة فينيسيوس سلاح مدريد الخطير جدا على الجناح الأيسر، سواء بقى فيني هاجم من الطرف أو من العمق كان بيلاقي وولكر معاه دايما. وأيوة ممكن تقول إنه قام بمهام الظهير عادي جدا، بس أرجع وأقول لك توقع إن ممكن يتم استخدام لاعب بنفس الإمكانيات في مركز الليبرو الجديد. كل دي توقعات للشكل اللي ممكن تصبح عليه كرة القدم في المستقبل، مجرد توقعات. بس لو سألنا مين هيكون أكبر المستفيدين بالتغيير ده لو تم تطبيقه بشكل عام، فأكيد هيكون مهاجمين العصر الحالي، وعلى رأسهم امبابي وهالاند وفينيسيوس، المهاجمين اللي بيمتلكوا السرعة وعندهم القدرة على التسجيل من وضع الانطلاق. ولو القوانين فضلت تتغير رغبة في كرة قدم هجومية أكثر، وقتها ممكن نشوف أرقام كنا بنحسب إنها تصمد 100 سنة على الأقل أو ما تتحطمش أصلا، زي أرقام كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي التهديفية، نشوفها بتتحطم ويتكتب مكانها أرقام جديدة. بس لو جيت لرأيي أعتقد إنه صعب شوية. أصلا كرد فعل لتغيير القانون قد تلجأ فرق كتير خاصة الصغيرة لركن الأتوبيس تماما، وتقول لك اللي يحصلني يكسرني. وبدل ما نشوف كرة قدم هجومية أكثر، ممكن كل مباريات تخلص 1-0 أو بالتعادل السلبي على الأقل، لحد ما المدربين يشوفوا هيتصرفوا إزاي مع القانون ده واللاعبين هتتأقلم عليه إزاي. تخيل مثلا رونالدو 7 من أهدافه ال9 ملغية مع اليونايتد لما عاد ليهم في موسم 21-22 كان هيتم احتسابهم بقانون الأوفسايد الجديد. فتخيل برضو معايا كم المباريات وكم السيناريوهات اللي كانت هتتغير في ال10 سنين اللي فاتت على الأقل بمجرد تغيير بسيط جدا في قانون الأوفسايد. فالتغيير في القانون ده أكيد هيأثر على مستقبل كرة القدم سواء سلبا أو إيجابا، وده اللي هنعرفه في المستقبل. بس لحظة، زي ما قلنا في قوانين تانية تم تغييرها في كرة القدم، وأهمها هي إنه هيتم إلغاء الهدف في حالة دخول أي واحد من طاقم الفريق اللي سجل الهدف أو اللاعبين البدلاء لأرض الملعب، بغض النظر تدخل في الهجمة أو لا، بينما يتم احتسابه في حالة دخول أحد أعضاء الفرق المنافسة. وغالبا القرار ده بسبب اللي حصل في نهائي كأس العالم، سواء في هدف منتخب فرنسا أو في هدف منتخب الأرجنتين. ولن يسمح للحارس بتشتيت انتباه مسدد ركلة الجزاء. طبعا إيميليانو مارتينيز يقدر يعتزل في سلام دلوقتي، هرب بكاس العالم ابن الايه. تقدر تقول ان القانون نزل عشانه مخصوص، وعشان طبعا كل الحراس اللي بيشتتوا انتباه اللاعبين اللي هيسددوا، ودخول وقت الاحتفال بتسجيل الاهداف في الوقت بدل الضائع، غير انه هيكون غير مسموح بالاحتفال لاكثر من 90 ثانية. وزي ما شفنا في كاس العالم قطر 2022 فالوقت هيتم ادارته بطريقة كرة السلة، بمعنى ان الحكم هيوقف الوقت كل ما الكرة تقف او تخرج من الملعب عشان يتم ضمان لعب 90 دقيقة كاملة. في البداية اعتقد هنشوف زي اللي حصل في كاس العالم، مباريات الوقت البدل ضايع بتاعها 10 دقايق، 20 دقيقة او حتى 25 دقيقة، بس غالبا مع الوقت اللعيبة هتبطل تضيع وقت على الفاضي. وفي قرارات تانية اصغر نسبيا متعلقة بالانذارات في ضربات الترجيح وانها منفصلة عن الانذارات في المباراة، والاوفسايد لما المدافع يشتت الكرة غلط، والطرد المباشر في العرقلة داخل المنطقة بنفس مبدأ منع الهدف. بس الحالات دي اعتقد هنشوفها خلال الموسم ونفهمها اكتر، ودي قرارات بالفعل تم اعتمادها وتطبيقها بداية من كأس العالم للكرة النسائية اللي بدأ من 20 يوليو وبس. اعتقد كده غطينا كل حاجة عن قانون الاوفسايد الجديد او قانون الاوفسايد بشكل عام. وطبعا كان في اقتراح فان باستن في 2017 بإلغاء قانون الاوفسايد تماما، بس ده موضوع مختلف يعني، فما علينا. لو في حاجة نسيناها او ما اتكلمناش عنها في قانون الاوفسايد الجديد يا ريت تشاركنا بيها، ويا ريت برضو صديقي الرائع تشاركنا برأيك في التعديل الجديد على قانون التسلل معاه، وشايف انه هيحسن من كرة القدم ويزود الاهداف ويزود المتعة،
ولا ضده وشايف انه خراب مستعجل؟ واذا تم تطبيقه بشكل رسمي شايف معدل الاهداف هيزيد بجنون وان الارقام القياسية فعلا هتتحطم، ولا شايف ان كله هيلجأ للدفاع؟ وشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا، وكان معكم الرائع دائما احمد الجعفري. سلام.